السلام عليكم، أهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناة خيط وغرزة. النهاردة عندنا غرزة جديدة ودرس جديد من دروس تعليم أساسيات التريكو للمبتدئين. النهاردة بإذن الله هنشرح غرزة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا، وفي نفس الوقت هي غرزة أساسية جدا، وغرزة يعني نقدر نعتبرها الغرزة الماستر في التريكو. غرزة النهاردة هي الغرزة أو غرزة الجرسي. غرزة الجرسي زي ما انتوا شايفين هو ده شكلها، وهي دي العينة بتاعت غرزة النهاردة. زي ما انتوا شايفين كده ده شكلها. طبعا احنا الشكل ده بنشوفه تقريبا في أغلبية شغل التريكو، سواء الجاهز أو اللي احنا بنعمله. غرزة الجرسي ده بيبقى شكلها. دي العينة بتاعت غرزة النهاردة. غرزة سهلة وجميلة، وطبعا كلنا عرفناها أول ما شفنا العينة. الغرزة دي منتشرة جدا وغرزة معروفة جدا في شغل التريكو. الغرزة دي احنا هنشتغلها بطريقة سهلة جدا جدا، وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان احنا الفيديو ده هندمج الغرزة العدلة بالغرزة المقلوبة، لأن غرزة الجرسي بتبقى نتيجة دمج الغرزة العدلة مع الغرزة المقلوبة. أنا بشتغل غرزة الجرسي بالغرزتين دول، العدلة والمقلوبة. ده شكل قلبة الشغل أو الناحية الخلفية للعينة بتاعتي، بيبقى شكلها كده زي ما انتوا شايفين. لأن احنا لما هنشتغل هتعرفوا إن احنا بنشتغل في الوش غرزة وفي الظهر غرزة مختلفة. يلا بينا نشتغل غرزة النهاردة. هجيب الإبرتين بتوعي وهشتغل عدد، يعني هبدأ أحط الخيط على الإبرة وأجمع غرز التريكو زي ما اتعلمنا. احنا عندنا كذا طريقة نجمع بيها الغرز على إبرة التريكو. هجمع عدد من الغرز على الإبرة وارجع لكم. أنا اشتغلت جمعت عدد من الغرز عشوائي، بحيث ان احنا نتعلم ازاي نعمل غرزة النهاردة على العدد ده. احنا طبعا لازم نعمل حسابنا ان في شغل التريكو لازم في غرزتين حواف، غرزة يمين وغرزة شمال. انا في عينة النهاردة طبعا عدد غرز الحواف بيبقى متروك ليكي. طبعا غرزة النهاردة بتحتاج لازم غرز حواف ليها، علشان غرزة النهاردة لو عملناها من غير غرز حواف، سواء في البداية يعني من الأول كده بالعرض في أول الشغل، أو على الجناب، لازم يبقى لها غرز حواف، علشان الغرزة بتاعت النهاردة بتلف كده معايا. لو احنا ما عملناهاش غرز حواف مش هتبقى الشغل ثابت، لا دي هتلف معايا كده وهتبرم، فاحنا لازم نعمل لها غرز حواف. لو تاخدوا بالكم انا استعملت غرز الحواف في العينة هنا، استعملت الغرزة المرنة او العدلة على طول. ودي كانت النتيجة. أنا بحب الغرزة دي قوي في غرز الحواف، بحب أعملها كده في حرف الشغل، بتدي شكل جميل جدا مع غرزة النهاردة مع غرزة الجرسي. وكمان بدأت سطرين من تحت، أول سطرين ما بدأتش الجرسي على طول، بدأت برضو بالغرزة المرنة علشان تديني شكل جميل وما تلفش معايا الشغل، ما يلفش كده معايا ويبرم زي ما بنقول. فأنا عملت اكتر من غرزة. الحقيقة انا عملت 4 غرز هنا و4 غرز هنا وغرزتين من تحت، يعني عملت 4 غرز من الغرزة المرنة في كل اتجاه وغرزتين من تحت. فانا هعمل غرزة النهاردة. هبتدي هعملها برضو معاكم بالغرزة المرنة. زي ما قلنا احنا هنبدأ السطر الاولاني، هنبتدي الغرزة على طول. هنبتدي أول سطر هنشتغله غرزة عدلة على طول. هناخد أول غرزة هنشتغلها غرزة عدلة برضو غرزة الحافة، وهنشتغل الغرزة التانية برضو بالغرزة العدلة. احنا شرحنا الغرزة العدلة في فيديو منفصل، وقلنا ان احنا بندخل في اللوب الأمامي اللي هو في اتجاهك انتي، وبتبتدي تدخلي الإبرة كده اهو بالطريقة دي تحت الإبرة اللي في إيدك الشمال، وبتبتدي تاخدي الخيط من تحت وتلفيه على
الإبرة اليمين وتخرجي بالفتلة كده وتسلتي الغرزة من على الإبرة الشمال. اتعلمناها بالتفصيل، لو حد ما شافش الفيديو ممكن يرجع يشوف الفيديو ويرجع لي تاني بسرعة. اهو بنشتغله على طول غرزة عدلة اهو. طبعا احنا اتفقنا ان في الغرزة العدلة على طول بتبقى الفتلة بتاعتي من الخلف، ما بتبقاش قدام ابدا، فبسيبها على طول من الخلف وابتدي اشتغل السطر كله غرزة عدلة زي ما انتوا شايفين كده. بدخل في اللوب الامامي وباخد لفة على الابرة وبخرج الغرزة من على الابرة الشمال وبكمل بنفس الطريقة. كل السطر عندي الاول بشتغله غرزة عدلة خالص، مش بشتغل اي حاجة. حتى غرز الحواف انا هعمل الناحيتين عدلة، هشتغلهم عدلة على طول. هكمل السطر وهرجع لكم. خلصت السطر الاول، وزي ما اتفقنا ان السطر الاولاني بيكون كله غرزة عدلة، مش بشتغل اي حاجة غير الغرزة العدلة. هنبدأ في السطر التاني، وفي السطر التاني هنبدأ نختلف شوية عن السطر الاولاني وهنشتغله كله بالغرزة المقلوبة. يلا بينا. عايزة اقول لكم حاجة، ان الغرزة دي الميزة اللي فيها ان هي مش بتربطني بعدد معين من الغرز، يعني زوجي او فردي في كل الاحوال هي مفيش مشكلة سواء زوجي او فردي، يعني مش بترتبط بعدد معين من الغرز. هنشتغل غرزة الحافة هنشتغلها برضو غرزة عدلة زي ما اتفقنا، هنخليها عدلة على طول. هنشتغل غرزة عدلة أول غرزة بس، وبعد كده هنكمل السطر كله بالغرزة المقلوبة، أو زي ما انت شايفة قدامك في الشغل كده، اللي شايفاه تشتغلي زيه. يعني لو تلاحظوا ان انا هلاقي ظهر الشغل كده الغرزة المقلوبة هشتغلها مقلوبة، يعني تاني سطر بشتغل زي ما انا شايفة او الغرزة المقلوبة. الغرزة المقلوبة احنا اتفقنا بنجيب الخيط من قدام كده وبنبتدي ندخل كده بطريقة عكسية في اللوب الأمامي، بدخل من الخلف كده بطريقة عكسية، بخلي الإبرة اليمين هي اللي فوق الإبرة الشمال بطريقة يعني يبقوا الإبرتين كده قدامي بحرف الإكس، وبجيب الخيط كده وباخد اللفة أحوط بيه الإبرة واخرج من الخلف واسحب وصلة الغرزة. هتبصوا تلاقوا الخيط عندكم برضو من الأمام هنسيبه زي ما هو من الأمام، مش هنغير حاجة خالص في الخيط، وهنشتغل الغرزة الخلفية. السطر كله غرزة خلفية مش هنغير حاجة. السطر التاني عندي بيبقى كله الغرزة المقلوبة. السطر الأولاني اشتغلنا كله الغرزة العدلة، السطر التاني هنشتغله كله غرزة مقلوبة. احنا برضو شرحنا الغرزة المقلوبة في فيديو منفصل تقدروا تشوفوه. تمام كده هنشتغل الغرزة المقلوبة. انا خلصت السطر التاني واشتغلته كله بالغرزة المقلوبة ما عدا غرزة الحافة. اخر غرزة اشتغلتها عدل وقلنا هنشتغلها عدل بشكل مستمر. هنبتدي في السطر التالت. السطر التالت بيبقى عبارة عن تكرار للسطر الاول، يعني انا بكرر السطر الاول، او زي ما بقى شايفة الشغل قدامي بشتغل، يعني انا شايفة قدامي الغرزة العدلة فبشتغلها عدل. هكرر السطر الأول بالظبط، إن أنا بشتغل السطر كله غرزة عدلة أهو زي ما انتوا شايفين بشتغل غرزة عدلة على طول. موضوع سهل أوي يا جماعة والله، وما فيهوش أي تعقيدات، يعني انت بسهولة جدا لو مسكتي إبرة وخيط واشتغلتي معايا مرة في مرة كده هتلاقي نفسك متمكنة في التريكو، ما فيهوش أي حاجة يعني صعبة. الأشغال اليدوية دي حاجة جميلة جدا وحاجة ممتعة في نفس الوقت، وحاجة بتسلينا وبناخد منها نتيجة حلوة، وفي نفس الوقت حاجات سهلة. يعني بصوا بدأت تتشكل عندي الغرزة. أنا زي ما قلت لكم إن السطر الثالث بيبقى تكرار للسطر الأول، أنا بكرر السطر الأول واللي هو إن أنا بشتغل الغرزة عدلة على طول، مش بغير أي حاجة. الغرزة العدلة إن أنا ببقى على طول الخيط بتاعي من الخلف وبدخل في اللوب الأمامي من الأمام للخلف وباخد لفة على الإبرة
وبسلت الغرزة من على الإبرة الشمال بالطريقة دي. هكمل السطر بنفس الطريقة بالغرزة العدلة. خلصت السطر الثالث وهبدأ معاكم في السطر الرابع. السطر الرابع بيبقى تكرار للسطر الثاني، يعني السطر الثالث تكرار للسطر الأول، والسطر الرابع تكرار للسطر الثالث. أول غرزة هناخدها غرزة حافة، هناخدها عدلة. السطر الرابع بيبقى تكرار للسطر التاني. السطر التاني اشتغلناه كله غرزة مقلوبة زي ما انتوا شايفين كده قدامنا قلبة الشغل، بنشتغل غرزة مقلوبة اهو اهو، بشتغله كله غرزة مقلوبة. كل السطر بشتغله بالغرزة المقلوبة اهو. لو انا سبت الشغل ورجعت له ومش عارفة انا بشتغل مقلوب ولا عدل، هبص على الشغل قدامي هلاقي في فرق بين العدلة والقلبة دي. لو شفت المنظر التمويجة ده قدامي هفهم على طول ان الغرزة دي الغرزة المقلوبة، فبشتغل مقلوب او اكمل مقلوب. لو شفت الاتجاه التاني هلاقي ان الغرزة واخدة شكل الضفيرة او شكل حرف الفي كده السلسلة، هعرف على طول ان دي الغرزة المعدولة. انا هكمل شغل، هخلص السطر بالغرزة المقلوبة. انا خلصت السطر الرابع بتاعي كان غرزة مقلوبة. ببتدي في السطر الخامس بكرر السطر الاول، يعني في السطر الخامس بيبقى تكرار للسطر الأول والثالث اللي هو الغرزة العدلة، وهكذا. أو زي ما أنا شايفة قدامي الشغل، يعني أنا كده باجي في السطر الخامس بلاقي نفسي على واجهة الشغل أو عدلة الشغل بشتغل الغرزة العدلة. لما أجي أقلب الشغل ويخلص السطر هلاقي نفسي في خلفية الشغل أو قلبة الشغل بشتغل الغرزة المقلوبة. وبعد ما بكمل وبعد ما بشتغل عدد وبعلى بالشغل وبزود في الأسطر بتلاقي دي نتيجة الشغل. الغرزة الجرسيه، غرزة الجرسيه بالطريقة دي غرزة جميلة جدا وعملية جدا جدا، وأشهر غرزة في التريكو، بتلاقيها شائعة جدا في سواء جاهز أو في اللي معمول لبساطتها. وكمان الغرزة دي بتفاجئنا ان احنا ممكن نستخدمها على الوشين، يعني لو انت عاجبك اتجاه الشغل ده ممكن تعمليه ده واجهة الشغل مش الخلف، لان دي برضو غرزة حلوة. الغرزة المقلوبة مدية تمويجة حلوة وشكل مخرز كده، شكلها جميل محبب، يعني نتيجتها حلوة وغرزة سهلة وبسيطة جدا. يا رب تكونوا تابعتوني للآخر علشان تكونوا استفدتوا من الفيديو. وإن شاء الله هنكمل مع بعضينا في الفيديوهات اللي جاية، وهنكمل تعليم أساسيات التريكو للمبتدئين. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتنوروني بتعليقاتكم الجميلة، ما تحرمونيش منها. ربنا يقدرني وأقدر أساعدكم، والسلام عليكم.